بينما كان الرجل نائما اكتشف فجأة رمز استجابة سريعة QR كود على ظهر زوجته. أخرج هاتفه لمسحه ضوئيا وصدم عندما وجد محتوى بداخله، لكن كل شيء كان محميا بكلمة مرور. وأمام 50 جيجا بايت من مقاطع الفيديو المخزنة على السحابة، كاد أن يسألها عن حقيقة الأمر، لكن زوجته استيقظت في تلك اللحظة وقالت إنها متعبة وتريد النوم باكرا. بالنظر إلى تعابير وجهها، اعتقد أنها لا تعرف شيئا عن هذا الأمر، وظن أنها مجرد مزحة من أحدهم، فأطفأ النور ونام. في اليوم التالي استقل طائرة إلى مدينة أخرى ليكتشف أن المضيفة على تلك الرحلة هي زوجته نفسها. ولإحداث مفاجأة ارتدى كمامة وبعثر شعره ليتظاهر بأنه غريب، بينما ظنت زوجته أنه مسافر من كبار الشخصيات في إيبي في الدرجة الأولى، فاستقبلته بنفسها. ما أثار دهشته هو وجود 12 مقعدا فقط في الدرجة الأولى، ومع ذلك كان هناك 8 مضيفات للخدمة. أثناء مروره في الممر لاحظ أن كل رجل في مقصورة الدرجة الأولى كان يتناول كوبا من أمريكانو مثلج. لم يبالي في البداية وجلس في مكانه حسب توجيهات زوجته التي ساعدته حتى في تغيير حذائه. بعد ذلك سألته بلطف عما يود شربه، ولأن الجميع كانوا يشربون الأمريكانو المثلج طلب كوبا بدافع الفضول. ابتسمت له برقة مما جعله يتأثر لأنه لم يرى زوجته بهذا اللين معه من قبل، لكنها قالت بعد ذلك إن هناك مسافرين آخرين ينتظرون، مما جعله يشعر بالحيرة. فجأة اصطدمت به مضيفة أخرى واعتذرت فورا، فظن أن تدريبهن ممتاز. بعد فترة وجيزة غادرت زوجته، وفجأة وقفت المضيفة الأخرى بذعر. اعتقدوا أنها عرفته، لكن الأمر لم يكن كذلك، فاتضح أن زوجته كانت توبخها وتطلب منها الاعتذار بشكل لائق. ركعت المضيفة أمامه وهي تحمل المشروب وسألته بصدق إن كان يقبل اعتذارها، ولم تغادر زوجته إلا بعد أن أومأ برأسه. خلع الرجل كمامته وتذوق الأمريكانو المثلج، لكنه لم يجد فيه شيئا مميزا، ومع ذلك لاحظ أن الرجال الذين يشربون هذا المشروب يتوجهون واحدا تلو الآخر إلى المرحاض برفقة مضيفة، وبعضهم يذهب مع 2 أو 3. وبينما كان غارقا في تفكيره، رفع مسافر آخر كأسه لزوجته ثم توجه معا إلى المرحاض، مما زاد من فضوله. مر الوقت ولم يعد أحد، وأخيرا خرجت المضيفة الأولى وعلى وجهها علامات الذعر، بينما لم تظهر زوجته بعد، مما أعطاه شعورا بالسوء. طلب الذهاب للمرحاض فقادته مضيفة أخرى، لكنه لم يجد شيئا غريبا بالداخل، فظن أن تخميناته خاطئة وعاد لمقعده والكمامة لا تزال على وجهه. لكن عند عودته رأى بأم عينيه زوجته تخرج بملابس مبعثرة، وخرج الرجل الذي كان معها خلفها مباشرة. ما أصابه بالذهول هو أن جوارب زوجته قد اختفت، رغم أنه يتذكر جيدا أنها كانت ترتديها. اضطرب عقله تماما، ومع سماع أحاديث المسافرين من حوله زاد فضوله حول المعنى الحقيقي لكوب الأمريكانو المثلج. فجأة طلب شخص آخر المشروب، وبعد رشفة واحدة قال إنه يشعر بطاقة هائلة وتوجه نحو المرحاض. عندما رأى أن الجميع يتبعون زوجته إلى هناك لم يعد قادرا على التزام الهدوء، وبتذكر رمز QR وتصرفات زوجته غير الطبيعية قرر كشف الحقيقة. تجاهل المضيفات واندفع مباشرة نحو المرحاض، وعندما سحب الستارة تجمد مكانه من المشهد الذي رأى.